ليه؟ علشان انا المفروض ما اعملش دايت، المفروض ان انا بغير عاداتي، وعشان اغير عاداتي في حاجات لازم اخد بالي منها كويس جدا. طب ايه اللي يخليني ان انا ما اقدرش اغير عاداتي او ان انا ما امشيش على دايت؟ اول حاجه الميزان. احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ بنقف على الميزان قبل الاكل وبعده 3 4 مرات. لا، انا بعمل انبادي مره واحده بس في الشهر. بقيس الميزان بتاعي مره في الاسبوع، وبقيس مقاساتي، ودي اهم حاجه، مره في الاسبوع. اول حاجه ان انا فعلا حاطط الميزان اولا واخيرا، فانا بحبط نفسي وبس. تاني حاجه ان انا بمشي على ورقه. تعالي هنا، انت خدتي ورقه؟ وريني كده ورقه الدايت بتاعك. انا رحت عند دكتور واداني اداني ورقه، كملت عليه الورقه الدواره. هو انا هفضل يا جماعه طول عمري بورقه؟ وحتى الورقه اللي انا باخدها دي هي تنفع معايا ولا لا؟ هو انا زيها؟ ما ينفعش. فانا بحبط نفسي ليه؟ لا، انا مش محتاج ورقه اصلا. انا محتاجه اغير عاداتي، محتاجه افهم جسمي معنى الجوع والشبع، محتاجه افهم امتى اكل وامتى اوقف اكل. بس ولا ميزان قبل الاكل وبعده، ولا ورقه عمال ادي نفسي مبررات ان انا ما اكملش اول لما ما يبقاش ما عندي حاجه من الورقه اللي موجوده. فخلاص، لا، ده أنا المفروض النهارده هبوظ علشان انا النهارده ما عنديش الحاجات اللي مكتوبه في الورقه دي. بس ده مش ده.